السلام عليكم، وياكم كذا مركز المهندس. اليوم عندنا هاي جيب جراند شيروكي 2023. السيارة متعرضة إلى حادث، وعلى أثر الحادث مبدلين رادار أمامي. إذا تلاحظون حاليا بالسي اي دي ان يقول لي فرونت رادار مو جي ال بي مسين كالبريشن، والحالة ما تأكتف. وإذا شغل الرادار مثل ما تلاحظون ما يشتغل، راح نبرمجه إن شاء الله. وكذلك مبدلين لايتات أمامية اثنين، وعلى ضوءهن كيلومتر يرمش، أيضا راح نعالج هذا الأمر. وأيضا إذا تلاحظون مؤشر الإيرباك شغال بسبب الحادث. طبعا بدلنا الكبسولة الأمامية، وكذلك تبدل البانل هذا الأعلى بالكامل. وأيضا راح نبدل الأحزمة إن شاء الله، نرجع سيستمها وكالة. تابعوا الفيديو للنهاية. السلام عليكم، ورجعنا لكم بهاي جيب جراند شيروكي 2023 اللي بلغناكم بداية الفيديو بأن السيارة كانت مسجل حادث، وعلى أثر الحادث طاقة الإيرباكات وكذلك الرادارات مستبدلة. فالله رب العالمين توفيقه. إذا تلاحظون هاي العقول أمامكم كلها صفرت، والرادار رجع يشتغل بدون أي مشكلة. كذلك عمل الايرباج سيستم رسمي من ناحية أحزمة وني ايرباج. كذلك مثل ما ذكرنا لكم بالفيديو البانل الأعلى أيضا تبدل بالكامل، وكذلك الكبسولة الأمامية مع درايفر. هاي حاليا الأو ار سي يقول لي there are no DTC present for this issue. تحياتي.